السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم البنات؟ وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير في احسن الاحوال. جيتكم فيديو جديد وتحلية ان شاء الله راح نشاركها معكم. بمناسبة التحلية راني ما شاركتش معكم حتى تحلية في رمضان، ما نشارك معكم غير الوصفات ولا اكلات هكا يعني. وش حضرت اليوم؟ حبيت نشارك معكم هذه التحلية اللي عجبتني بزاف. معرفة ندير تحليات ولكن ما حطيتهمش عندي، هما مصورين ما حطيتهمش. هذه اول تحلية نحطها. المهم البنات سمحوا لي برك، راكم عارفين يعني الظروف تاع رمضان، لان ما عنديش غير التصوير مقابله، يعني التصوير ولا الطياب فقط. عندي بزاف ما يدار، مواعيد كذا، خروج غسيل، دخلي خرجي. هذه هي البنات ليكول الوليدات، راكم تعرفوا. هذه التحليه البنات بسيطه ورائعه في نفس الوقت، تقدر تقدميها يعني غير بالمكونات اللي عندك. وهي تبع معي البنات ان شاء الله راح تعجبكم اكيد. انا يا راكم تلاحظوا عندي درك المكونات يعني غير شويه هكا فاضلين حوايج، شوكولا شويه نوتيلا، يعني باي حاجه تقدري تخدميها بحاجه بسيطه. مش بشرط انك تكلفي روحك وتشري يعني كميه كبيره ولا جديد. وهذه هي البنات عندي لهنا واحده كريم فريش ومايزينا، وواحده شويه نوتيلا وباطا بسكوي وفلو نواره وشويه بيبيت يعني شوكولا. لهنا عندنا زوز مغارف نشا كما راكم تشوفوا اللي هو مايزينا، وحطيت عليه شويه تاع الكاكاو غير شويه البنات، ما تكثروش باش يعطي اللون برك. اما الكو يعني من الاحسن تخلو غير شوكولا وحدها. فرغت عليه باكي تاع نواره لهنايا وزوز مغارف السكر. المهم البنات يعني غير نواشف بوحدهم تفرقوا عليهم اكثر من نص اطره تاع حليب، تخلطوهم حتى يذوبوا مليح يعني بارد في بارد، ما تحطوهمش على النار. ولما يعني تحطوهم على النار على نار هادئه، وكذلك مع التحريك المستمر باش ما يلصقش معاكم من التحت. هذه هي البنات فقط. هذه هي التحلية تاعنا يعني الطبقة الثانية، لأن الطبقة الأولى راح يكون البسكوي، ومن بعد يكون هذه الخلطة اللي أنا نديرو فيها تاع الفلون. لهنا بعد ما راه سخن هاكم شفتوه فرقت البيبي تاع الشوكولا. نتوما ديروا الشوكولا اللي متوفر عندكم، تحريك هكا دائم مستمر حتى يعني تشوفوه غلا شويه، وتحطوه بجهه حتى يبرد. ويعني تكونوا زدتوا له شويه زبده، وهو ما يعني مادامو سخون ما تخلوش يبرد بزاف، وهو سخون هكاك تزيدوا له شويه زبده فقط. هذه هي البنات تحليه. وهي نروح نزيدو نشارك معكم الطبقه الاولى اللي قلت لكم عليها تاع البسكوي. لهنا تكون مرحي عندكم بزاف يعني في الاشوار اللي يكون عندكم تزيدوا له عليه شويه زبده ذائبه باه يتبلل معاكم هذاك البسكوي، يكون طري شويه ما يكونش يعني شايح. انا كذلك زدت الطبقه الثالثه خلاص والاخيره، حطيت شوكولا تاع فيجيكا وحطيت شويه نوتيلا مع الكريم فريش. هذه الطبقه الاخيره يا البنات. شوفوا على الشكل وعلى اللون يحمق يا البنات مربري يسخف، تقول الرخام يبان. شوفوا على الشكل يا البنات، يحمق يحمق ويشهي في نفس الوقت. ما شاء الله يعني روعة وتحلية في المقام يعني تقدموها لضيوفكم هي باردة. لهنا الطبقة الأولى هاي البسكوي كذلك تحطوا عليه الطبقة الثانية والثالثة، وراكم تشوفوا الطريقة حتى للأخير. تقدموها في ليفيغين اللي عندكم أو الكؤوس، مش بشرط يعني يكونوا عندكم ليفيغين، المهم كويسات عاديين حتى تاع الدار بقريات. ما شفتوا نتشفوا يعني كاينين حتى صور درك يعني تذكاريه محتفظين بهم في الفيسبوك ساعات يحطهم. كنا نحطوا الفلون غير في الكيسان العاديه في ناجل تاع القهوه كيما جات كاس زي وكاس زي. اما درك راهي تطورت الدنيا وعاد فيغين وكل شيء، حتى الكؤوس تختلف اشكال وانواع. كؤوس يعني تاع حتى تاع ليموناضه يقدروا يحطوا فيهم عادي الشيء اللي متوفر عندكم. اللي ليسونسيال يعني هي البساطه، اما تكون البساطه يعني كلش يكون حلو. اما يعني الشيكه والزواق هذيك راحة البنة والله العظيم، بالشيكة والزواق راحة البنة، ما بقينا نسبنا حتى حاجة. المهم انا ربي يخلينا على طبيعتنا وفي صباغتنا كما يقولوا. وهنا راكم تشوفوا يعني بقيت نقدم فيه غير بشويه بعد ما برد هذاك الفلون التحليه داك اللي في الوسط. فرغت عليه الطبقه الاخيره تاع الشوكولا اللي شاركتها معكم بالكريم فريش، شوكولا والدوام مع الكريم فريش. يعني شوفوا على القوام كيفاش يجي. الشوكولا تاع البلاد هذه تاع الجزائر فيجيكا، نوعيه جيده الصراحه. من نهار بديت ندير في التحليات او الكاطو ما استعملتش الشوكولا بحال هذا النوع يعني ما شاء الله تاع البلاد. كنت نروح البلاد وما كنتش نجيبها، ولكن ملي جابوها هنا في المارشي شريتها هذه الاول مره. كنت دائما يعني كل ما نروح البلاد نتفكر حوايج ونجيب، اما صراحه حوايج تاع الحلويات ننسى من ذاك. معليش المهم من هذه الخطره ان شاء الله ما عادش ننساها لاني صد وقتها وصاي. هنا للتزيين تحطوا اموندي فيلي او كاوكاو مهروس اللي عندكم، كذلك اللي فخوي مثلا الفخاز يقدر يتماشى مع الشوكولا الا عندكم متوفر. اي حاجه متوفره تقدروا تحطوها، وكذلك تحطوهم حتى هكاك مش مشكل. ليسونسيال كما قلت لكم البساطه وثم البساطه يعني ما نتخلاوش عليها. هذه هي التحليه تاعنا البنات لنهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم وحتى نتوما تجربوها وكما انا جربتها. راهي دايره ضجه يعني في مواقع التواصل وكل شيء دايرين حاله بها. جربوها نتوما كما جربتها انا وان شاء الله راح تنجح معكم. هنايا زدت لها انا الفخاز اختياري
كما قلت لكم أي حاجة تقدروا تحطوها متوفرة عندكم. ما تنساوش إلا عجبتكم الوصفة لنهار اليوم دعمونا بلايك ومشاهدة وبارتاج مع حبابكم وصحابكم، ونقول لكم مع السلامة، ونتلاقاو في فيديوهات أخرى ووصفات أخرى أو لي فلوق إن شاء الله، وحلويات العيد كذلك بربي إن شاء الله ربي يقدرنا عليه. المهم ربي يتقبل منا الصيام والقيام، ونقول لكم مع السلامة، وخليكم مع التحلية هذه، وربي يحلي أيامكم، وربي يسعدكم إن شاء الله في حياتكم العملية واليومية، وربي يوفقكم وفوق وليداتكم وينجحكم ويحقق ما في بالكم يا رب يا رب في هذه العشر الأواخر يا ربي. إن شاء الله تكونوا يعني من الناس المقيمين مطيعين لله يا ربي، واللي ما زال ما يصليش ربي يهديه كذلك، وربي يرجعوا لطريق الحق وطريق الصح إن شاء الله. هذه هي، مع السلامة حبوباتي، إلى اللقاء.